تعال اقول لك بقى يا ست الكل، لو عندك كده حته جبنه قريش في التلاجة بقالها كام يوم وخلاص مش عارفه تعملي بيها ايه واتفتتت خالص زي ما انت شايفه كده، حطيها على حبه دقيق عندك وتعالي نعمل النهارده عظمه للولاد هتدفي البيت وتدفيهم بحاجه بسيطه ومغذيه. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على رسول الله. ما تنسيش تشجعيني بلايك وشير للفيديو يا قمر، جزاكي الله خيرا. بصي بقى يا ست الكل، اول حاجه هنا في البوله حطينا 6 كوبايات من الدقيق اللي هو مج الشاي العادي اللي قدامكم ده اللي انا ماسكاه. عندي هنا بقى هاتي حته الجبنه كده، اي نوع جبنه انت حباه، هنقول مثلا ده حوالي نص كوبايه من الجبنه. عندي هنا قطعه جبنه قريش كده كانت متفتته عندي في التلاجة وقلت يا بنت حطيها، ودي بديل اللبن الرايب بقى، ولو ما عندكيش لبن يعني كمان النهارده الوصفه بتاعتنا اقتصاديه. طيب بصي بقى، هحط كمان على الجبنه والدقيق بالشكل ده، هحط 3 معالق كبار من السكر، وهحط كمان معلقه كده كبيره من البيكنج باودر ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه، وعندي هنا نص معلقه صغيره من الملح، وهحط كيس من الفانيليا عشان عايزه وصفتنا النهارده تكون ليها كده ريحه حلوه. عندي هنا بقى نص كوبايه من السمنه بدرجه حراره المطبخ. تمام كده، نبدا نحط هنا كمان معلقه كبيره كده من الخل. هنقلب بقى كل المكونات دي كويس قوي كده في بعض، ونحاول كده نخلي الدقيق بتاعنا يشرب السمنه اللي احنا حطيناها دي. تمام، زي ما انتم شايفين على 6 كوبايات دي حاطين نص كوبايه بس من السمنه، يعني حوالي كده 3 معالق من السمنه كبار. وبعد كده هنزل هنا باول كوبايه من الميه الدافيه زي ما انتم شايفين كده. الميه لازم تكون دافيه عشان احنا الجو خلاص طبعا بقى ساقعه، فالخميره هتاخد معاكي وقت، ولكن الميه الدافيه بتساعد على ان الخميره تخمر معانا بسرعه والعجين يخمر معانا بسرعه. نبدا بقى نعجن هنا العجينه بتاعتنا كده بشكل كده تدريجي، ننزل بالميه، ما ننزلش بالميه مره واحده، بشكل تدريجي. وهنا دي تاني كوبايه معايا بنزل بيها بالشكل ده، والعجينه في الاخر خدت مني كوبايتين الا ربع من الميه، كوبايتين الا ربع من مج الشاي العادي اللي قدامكم ده. وهنزل كمان هنا بعد ما العجينه خلاص لقيتها بدات تتلم في ايديا، اخر حاجه بقى بصي بقى هنا هتلتي العجينه بيها، عارفين اللي هو اللت والعجن هو ده، هتلتي العجينه كده ب3 معالق من الزيت كبار. يعني هنحط حوالي كوبايه الا ربع من الماده الدهنيه، ربع كوبايه من الزيت عليها نص كوبايه من السمنه. تمام، وهتبداي زي ما انت شايفه. بصوا بقى هنا المرحله دي عايزه اقول لك في الاخر كده وانت بتلمي العجينه، لو لميتيها بمعلقه سمنه او 3 معالق كبار من الزيت بتخلي العجينه معاكي فظيعه وطريه وجميله. هنا انا بقول لكم ان العجينه خدت مني كوبايتين الا ربع من الميه الدافيه، وزي ما قلت لكم نص كوبايه من السمنه بدرجه حراره المطبخ، وكمان معلقتين او 3 معالق كبار من الزيت. بعد بقى ما لمينا العجينه كويس قوي وشفنا العجينه قد ايه طريه وملمسها ناعم جدا وجميله، هنبدا نشكلها على طول، مش هنسيبها تخمر، هنبدا نشكلها هنا على طول على شكل كرات صغيره زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم بقى هنعمل اجمل والذ قرص سريعه هتعمليها للولاد، قرص بالميه وحته جبنه قريش. الجبنه القريش هنا غنيتك عن اللبن وغنيتك عن اللبن الرايب، عايزه اقول لك قد ايه طريه وجميله وهشه، وهتشوفوها في الاخر يا بنات خطيره، وهتدفي ولادك كده وتشبعيهم. شوفوا اقل قرصه بكام دلوقتي بتيجي من الفرنه، وطبعا احنا بنيجي بالليل كلنا بنجوع، وايام المدارس كمان للولاد الحاجات دي بياخدوها معاهم، حلوه جدا ومفيده للاولاد. هبدا بقى زي ما انتم شايفين احط كده كرات العجينه بتاعتي في الصاج، واخلص كله كده تشكيل كرات الاول، وارجع لاول صاج شكلته وهبدا افرده كده ببطن ايدي في الصاج، هتلاقيه اتفرد معاكي بكل سهوله زي ما انت شايفه كده. هندوس عليها وهنبدا ان احنا بعد ما نخلص تشكيل بالشكل ده، وبعد كده هقول لكم على الخطوات دلوقتي. صلوا على سيدنا النبي يا جماعه، وكل عام وحضراتكم بخير ان شاء الله، ربنا يبلغنا رمضان اول رجب باذن الله باذن الله. خلاص يا جماعه، واحد واحد ان شاء الله، ربنا يجعلها سنه سعيده علينا وعلى امه المسلمين اجمعين، اللهم امين يا رب. بالله عليكم ما تنسونيش بدعوه حلوه وكمان لايك وشير للفيديو، جزاكم الله خيرا. بصوا بقى هبدا زي ما انتم شفتوا كده، بعد ما خلصت التشكيل بططتها كده بايديا، وهو ده مقاس القرصه اللي انا عايزاها بقى كبيره عايزاها صغيره براحتك خالص. ما شاء الله عمل معايا كميه حلوه جدا، عايزه اقول لكم عملت معايا 4 صواني من اللي انتم شايفينهم دول. تمام، خلاص هسيبها تخمر خالص زي ما انتم شايفين هنا حجمها ارتفع معايا، سبتها تخمر خالص بالشكل ده. لو الجو ساقع ومش عايزاها تاخد معاكي وقت في التخمير، شغلي الفرنه لمده 5 دقايق وتطفيها، وتحطي جوه بقى ايه القرص بتاعتك دي، مفيش 10 دقايق هتلاقيها بدات ترتفع معاكي كده وتخمر. بعد كده هنطلعها بالشكل ده، وهبدا ان انا اديها كده بالشوكه بس كده تفتحات عشان
ترتفعش معايا في الفرن وتبقى عامله زي رغيف العيش. وبعد كده هدهن وشها بقى بالحليب، وعايزه تحطي على وشها سمسم، عايزه تحطي على وشها حبه البركه. عايزه اقول لك هتحطيها طبعا في الرف الاوسط في الفرن على درجه حراره 200. اول ما تبدا تتحمر معاكي وتطلع بالشكل الجميل ده لازم تغطيها وهي طالعه من الفرن تبرد خالص. بعد ما تبرد خالص هتلاقيها بقت طريه وجميله معاكي، وقد ايه هشه وخطيره وطعمها زي العسل. وانا حطيت لها 3 معالق سكر بس، لو انت بتحبيها مسكره شويه هتزودي لها معلقه كمان. بس كده تقدري تاكلي بيها جبنه، تقدري تاكلي بيها اي حاجه حلوه قوي قوي. ودي القرص الساده السريعه بالميه وبحته جبنه قريش، قد ايه اقتصاديه وجميله. وعايزه اقول لكم بجد خطيره واجمل كمان من اللي بتيجي من بره. يا رب تعجبكم ان شاء الله. ما تنسونيش لايك وشير للفيديو يا بنات، بحبكم في الله ومع السلامه.